وبعمل ميزانيات اسبوعيه من اول 100 جنيه لحد 1000 و2000 جنيه وكمان 3000 جنيه. صلي على حبيب قلبك كتير. تعالى اقول لك النهارده هعمل ازاي غدا لاربع افراد ب 55 جنيه وهجيب فاكهه ازاي. سمي بالله ويلا بينا. بصي اما رحت نزلت جبت شويه الحاجات الحلوه اللي انت شايفاها قدام عينيك دي، وقطعت معايا 43 حاجه زي كده. والفاكهه هقول لك عليها في اخر الفيديو. اول حاجه جبتها كيلو مكرونه سايبه نصين. انا بجيب المكرونه عاده نصاص، اعمل كيلو اعمل ربع اعمل نص اعمل زي ما اعمل. المهم بجيبها نصاص بتبقى بالنسبه لي اوفر عشان كمان الكياس بحتاجها. جبت كيلو مكرونه نصين مقصوصه. تقدري تجيبي مقصوصه، تقدري تجيبي خواتم، تقدري تجيبي رفيعه، ايا كان بقى. وجبت شويه الطماطم وقرنين الفلفل والبصلايه دول ب9 جنيه. صلي على الحبيب قلبك كتير، والله 9 و10 مش اكتر من كده. وشويه من الطماطم دول ب12 جنيه. ده كل اللي احنا محتاجينه النهارده في اكلنا، ومش هنتكلف اكتر من كده. البطاطس دي ليه جايباها رخيصه؟ عشان رفيعه، لما بقربها من الكاميرا بتبقى قدامي كبيره، فبعدها بترجع لحجمها الطبيعي. بجيب الخضار بتاعي من عربيه القوات المسلحه. اسعارها يا جماعه ارخص في السوق، اقل من السوق ب5 و10 جنيه. لو رحت كمان اخر النهار السوق هتجيبيها نفس اسعار القوات المسلحه. بتبقى الاسعار كلها متبكته جاهزه زي ما انا وريتك كده في فيديو الميزانيه. ولو الكيس مش عاجبك بتقولوا معلش غيروا، بيغيروا طبيعي. اي مكان بقى فيه الكويس، اي مكان فيه دفوهات. في كويس، في طماطم صلصه ب 15 جنيه، في طماطم ب 18 جنيه، ما فيش 20 جنيه دي في السوق، اللي ب 20 جنيه بس. المهم مسكت الطماطم حطيتها في الطاسه، والمكرونه طبعا قبلهم، وخرطت بصلايه. ده اللي انا كنت عاملاه. عايزاها سبايسي حطي، مش عايزه سبايسي ما تحطهاش. تقدري كمان تحطي بابريكا او معلقه صلصه المتاح. جبت كيس الصلصه بكام مش عارفه، ب5 ولا ب3 جنيه والله مش فاكره. هو الامانه كان الصلصه عندي بقى لها فتره، فعشان كده حسبت لك كيس الصلصه. عملت الطماطم، جهزت المكرونه، وكمان هخرط الفلفل. قطعي الفلفل بقى. كل ما كانت الاكله دي سبايسي، عايزه اقول لك كل ما كانت عالميه بمعنى عالميه. صلي على الحبيب قلبك كتير. لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله بفضل من الله هعمل لك افكار ميزانيات اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. كمان ما تنسيش تقولي لي رايك في افكاري وميزانياتي واكلاتي. الاكله دي من الاكلات الشتويه. احنا بصراحه كنا عاملينها عشاء مش غدا، سريعه التحضير كده، حلوه تنفع العيال حتى لما يجوا المدرسه تاني يوم عقبال ما نعمل الغدا الجيعان يسخن وياكل. المهم اللهم بارك، انا جهزت الاكل بتاعي في الطاسه. وكل اللي انا حطيته من التوابل نص معلقه من السبع بهارات، نص معلقه فلفل، وكمان معلقه من الملح. والصلصه دي هي كانت معلقه صلصه زي ما وريتها لك في البطرمان. وهرجهم عشان اخد كل اللي في البطرمان مره واتنين لحد ما اخد كل الحوافل في البطرمان. وتكوني مجهزه ميه سخنه مغليه، لازم الميه سخنه عشان المكرونه ما تعجنش منك. انا كنت هتلسع، بصي زي ما انت شايفه مرتين كنت هتلسع من البطرمان ده. المهم خدت كل اللي في البطرمان بتاعي فوق وتحت، وهديها تقليبه صغيره، وهولع عليها عين البوتاجاز. ويا دوب تخليها وسط، ولا هي عاليه قوي ولا هي واتش قوي. خدي بالك اوعي المكرونه تعجن منك. وهحط كمان نص مج من الزيت، وهديها تقليبه هتستوي معاكي بالظبط في تلت ساعه. غطيها في غطي المكرونه زي ما بتعملي الرز. هنا لما توطي النار المكرونه هتعمليها معامله الرز، والمكرونه هتستوي على البخار ومش هتبقى نيه خالص، وهتتسلق برضو. صلي على الحبيب قلبك يجيب. قولي لي النهارده ميزانيه الغدا بتاعتك كام؟ كنت هنسى كمان احط معلقه التوم. الجو فظيع يا جماعه، ربنا يرحمنا من الجو اذا كان صيف ولا شتاء، ولا كده حلو ولا كده حلو. قلبت الكلام ده كله، وهاخدها حان على عيد البوتاجاز. مش هتكمل تلت ساعه، 18 دقيقه هتكون جاهزه. هغرفها. البطاطس مسكتها قشرتها. انا كنت قادره اجيب شيبسي، بس انا بصراحه كنت حابه طعم البطاطس المقليه البيتي. فطعم كيس الشيبس اللي انا هجيبه عملت بثمنه بطاطسيتين. وطبعا الزيت زيت التومين، العيش والزيت والسكر تبع التومين.